الوجع ساعات بيجي من أغرب باب، وساعات الغدر بيكون لابس وش البراءة ووش القريب. الحكاية اللي هقولها النهاردة مش خيال ولا مسلسل درامي، دي جريمة حقيقية حصلت في واحدة من قرى العياط. بطلتها طفلة عندها 5 سنين اسمها هنا. كانت ضحكة البيت وروح العيلة، كانت بتجري في البيت وهي بتنده على جدها: يا جدو أنا بشدك قد البحر. وكان الجد كل ما يسمع الجملة دي قلبه يطير من الفرحة، بس مين كان يتخيل إن الضحكة دي هتتحول لصراخ، وإن الجد اللي بيحضنها هيحضن ضلها ويتمنى لو الزمن يرجع بيه قبل اللحظة دي. في يوم عادي جدا، هنا كانت بتلعب قدام البيت زي كل يوم، وبعد 10 دقايق محدش لقاها. الجدة طلعت تدور، الجيران خرجوا، والقرية كلها اتقلبت تدور على الطفلة اللي ما كملتش 6 سنين. الغريب بقى إن ال3 اللي كانوا بيشاركوا في البحث معاهم هم نفسهم ال3 اللي خطفوها وعملوا فيها جريمة صعبة قوي نقولها. 3 شباب أعمارهم 15 16 و17 سنة، مش غرب ولا ناس غريبة، دول ولاد جيرانهم وأصحابهم وأهل القرية. واحد فيهم كان بيحب البنت الصغيرة دي بطريقة مريضة، وابتدى يفكر إزاي يستدرجها وإزاي يخلي اللي حواليه يشاركوه المصيبة. وال3 اتفقوا وقرروا يستدرجوا هنا بحجة إنها تلعب معاهم، وأخدوها المنطقة نائية جنب ترعة صغيرة بره حدود القرية. وهناك حصل اللي ما يتقالش، حاولوا يعتدوا عليها، لكن الطفلة كانت بتصرخ وكانوا خايفين حد يسمع صوتها، فقرروا يسكتوها بالطريقة الأتشع اللي ممكن حد يتخيلها. بعد ساعات طويلة من الاختفاء، الجد وهو راجع من المسجد لقى طفلة ملفوفة في ملاية مرمية على باب البيت. فتح الملاية لقى حفيدته مغمى عليها ووشها عليه علامات عنف، بس كانت عايشة. أيوة عايشة بمعجزة إلهية. المستشفى قالت الطفلة دي متعرضة لاعتداء وحشي وإنها لازم تخضع لجراحة عاجلة. وكانت المفاجأة إنها مش بس عايشة، دي كمان عرفت توصف مين اللي عمل فيها كده. القرية كلها اتقلبت لما الجد رجع بالبنت على المستشفى. الناس كانت مصدومة، إزاي ده حصل وفين؟ في قلب بلدنا؟ والأغرب من كده إن الناس كانت لسه ماشية تدور على هنا من غير ما يعرفوا إن اللي واقف جنبهم في الطابور هو واحد من اللي عملوا فيها كده. بعد ما الطفلة فاقت، الممرضة دخلت تديها العلاج، لقيتها ماسكة إيد جدها وبتقول بصوت واطي: هو اللي خطفني كان لابس تيشيرت أزرق، وفي واحد كان ماسك حبل، والتالت كان بيضحك. الجد اتجمد في مكانه وسألها: يا حبيبتي شفتيه وشوشهم؟ هنا هزت راسها وقالت: يا جدو، ده أنا كنت بلعب معاهم قبل كده. وسمت بالاسم. ال3 أسامي اللي قالتهم كانوا صدمة: محمد ابن الجار اللي بيصلي مع الجد كل يوم، وحسن اللي أبوه شغال مع والد هنا في نفس الأرض، وسعيد اللي كان بيجيب لبن من بيتهم. الجد ما قدرش يستحمل، وقع على الأرض، قلبه اتحرق قبل ما دموعه تنزل. بلغوا المباحث وجت قوة من الشرطة قبضت على ال3 في نفس الليلة. الأهالي كانوا هيتجننوا، البلد كلها اتجمعت، مين يصدق إن أولاد في السن ده يعملوا كده؟ والكارثة إنهم منكروش، أيوة اعترفوا بكل حاجة، وقالوا إنهم كانوا بيفكروا من فترة، وإن الطفلة كانت أسهل ضحية، وإن اللي حصل كان مخطط ليه. ومش بس كده، ده في واحد فيهم كان بيصور اللي بيحصل بالموبايل عشان يهددوا الطفلة لو اتكلمت. بس ربنا كان ليه كلمة تانية. الطفلة اتنقذت والأدلة موجودة والاعترافات كاملة، وتم تحويل القضية لمحكمة الأحداث. لكن القضية وصلت للرأي العام، والكل طالب بمحاكمتهم كمجرمين كبار مش أطفال، لأن اللي عملوه لا يخطر على بال شيطان. أما الجد فقال جملة واحدة للصحافة وهو ماسك صورة حفيدته في حضنه: أنا خسرت ضحكتها بس ربنا رجعها لي، وهفضل أعيش طول عمري أقول للناس اوعوا تسكتوا، لأن السكوت هو اللي بيخلي المجرم يتمادى. عدت أيام وسنين بس الوجع لسه موجود. الطفلة هنا كبرت شوية، بس كل ما بتقفل عينيها بتشوف وشوشهم ال3. القضية اتحولت من محكمة أحداث لمحكمة جنايات، لأن الجريمة فيها تخطيط وفيها تصوير وفيها شبهة شروع في قتل. القاضي وقف قدام القاعة
وقال: بعد الاطلاع على تقارير الطب الشرعي والاعترافات المسجلة والمقاطع المصورة اللي لقيناها على موبايل أحد المتهمين، المحكمة قررت الحبس المشدد 15 سنة لكل من محمد وحسن وسعيد، مع وضعهم في مؤسسة عقابية خاصة وتحت رقابة أمنية مشددة. البنات كلها تنفست الصعداء، والجد بكى، بس المرة دي دموع راحة. النهاردة هلا بتتعالج نفسياً، وفي طبيبة متخصصة بتزورها كل أسبوع، وأهل البلد اتعلموا درس إن حتى في أنظف بيوت ممكن يكون في جريمة مستخبية، وإنك لما تشوف حاجة غلط لازم تتكلم علشان ما تكونش شريك في الجرم بالصمت. كنت مع جهاد كريم في حكاية من اللي بتهز القلب والعقل. استنونا في اللي جاي، لأن للأسف لسه في وجع كتير متشال جوه الصدور ومحتاج حد يسمعه ويحكيه.